تبدا الحالات او الا كنخافوا تبدا الحالات فتما كيخصنا من مستوى كل القصور. يعني هذه مختلف القصور في المغرب. هذه الكلمه هذه الجمله هذه يعني راه لا كونكلوزيون راه الدواء باين. كيف ما كتلاحظوا راه الكثافه ديال الكلام والتوعيه والتواصل والتنسيق وانشطه الاصحاح البيئي ينتظر من جميع. السلام عليكم، معكم حسنة تيفا المسؤولة عن لونيتي دو في اي سيكوريتي سانيتير اللي هي يونيتي داخله في مصلحة شبكة المؤسسات الصحية. هاد اليونيتي اللي هي هاد الوحدة داخله فيها واحد الخلية ديال الصحة والبيئة اللي كتقوم بمحاربة نواقل الأمراض في إطار اللجنة اللي ديال التدبير المدمج لمحاربة نواقل الأمراض اللي هي جيلاب. هذا اللقاء التواصلي اللي درنا اليوم هنايا في دار الشباب اللي تابع الجماعة ديال الخنق هو لقاء تواصلي ياتي من بين اللقاءات التواصليه اللي موالفين كنديروا في هذه المحاربه ديال هاد نواقل الامراض. وهنا ملي كنهضر على نواقل الامراض غادي نهضر على داء الليشمانيات اللي هو كيف ما كتعرفوا كاملين هو مرض طفيلي اللي يقدر يكون جلدي يقدر يكون حشائي. جا هذا اللقاء لتحسيس المجتمع المدني، تحسيس الساكنه بخطوره هذا المرض، وبحضور هاد الاعضاء ديال الجمعيات ديال المجتمع المدني، حضور رؤساء الجماعات، وحضور لاي واحد غنحتاجوه في هذه المحاربه. غنديروا برنامج العمل ان شاء الله ديال المحاربه ديال هذا الداء هذا اللي كيف ما كتعرفوا ان منطقه الرشيديه كتعرف تواجد هذه الحالات. ما غنقولش بكثره بالمقارنه مع السنوات الماضيه، ولكن باقي هذا المرض وباقي هذه الحالات كيتسجلوا. نتمنى هذا اللقاء يكون فعال، نتمنى اننا نخرجوا ببرنامج عمل ليس فقط على ورق ولكن يكون برنامج عمل على الواقع. مصطفى كريمي رئيس جماعة الخنق. احنا حاضرين اليوم هنا في دار الشباب كبا على اساس لجنه لمحاربه الليشمانيا، ودورنا كجماعه بالطبع لان الاساس ديال هذا المرض هما النفايات بالدرجه الاولى. وحنا كجماعه وفرنا الامكانيات على اساس ان الخدمه اليوميه ماشي الخدمه بالطبع ديال دابا، ولكن الخدمه اليوميه ديال جمع النفايات باش ما يبقاوش يكون لنا النقط السوداء، بحكم ان ما كانتش هذه الخدمه هذه في الجماعه نجمعوا مجموعه ديال النقط السوداء غادي نساهموا فيها في حملات نظافه، في حملات توعيه، في حملات نظافه، وكذلك تبقى مستمره بصفه دائمه. وان شاء الله غادي نتغلبوا على هذا المرض بالتعاون ديال الساكنه وديال الجماعه وديال الصحه وديال جميع الفاعلين. وشكرا. رئيس جمعيه قصر كبا للتنميه والبيئه. إذن اليوم حضرنا اللقاء التحسيسي أو التواصلي حول محاربة داء الليشمانيا اللي كانت شرفت عليه المديرية الإقليمية للصحة، وكانوا حضرت فيه السلطات المحلية وحضر فيه المجتمع المدني. الغاية من هذا اللقاء ولا الهدف من هذا اللقاء هو التحسيس ديال المجتمع المدني بالأخطار ديال داء الليشمانيا، من اجل ان المجتمع المدني يقوم بالادوار ديالو بتحسيس ديال السكينه بالخطوره ديال هذا وكيفيه التدخل بشكل استباقي من اجل الحد من الانتشار ديال هذا الداء اللي يعتبر داء اللي يمكن ما كيفهموش ما كيعرفوش الناس بزاف، ولكن عنده عواقب وخيمه، لان ملي كتلقى شي حد ولا شي بنيه في وجهها او لا وكيخلي دي سيكاتريس. اذا اليوم كان حول التحسيس بهذا الداء هذا، والبدايه في صياغه مخطط عمل اللي غيشرف عليه على التنزيل ديال مخطط العمل هو شركاء كاملين، سواء المجتمع المدني، ساكنه، سلطات محليه، وزاره ديال الصحه، الوزاره ديال الفلاحه، وشركاء كلهم اللي كيخدموا في هذا المجال هذا. وشكرا.